السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه البفتيك الكداب وازاي نسويه كويس من غير ما يفك مننا وكمان يكون متماسك وطعمه يكون حلو قوي. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملنا ايه. اول حاجه هعمل جنبه مكرونه. حطيت كده شويه توم في حبه زبده كده او سمنه ونزلت عليهم بمعلقتين 3 خل وهنزل عليهم بعصير الطماطم. حطيت الاول معلقتين صلصه دي عشان خاطر اللون بس، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم بس كده. طبعا سلقه المكرونه اي نوع مكرونه تحبيه. دي بقى هركنها على جنب، ودلوقتي هبتدي بقى اقلي البفتيك اللي انا عاملاه. البفتيك ده كنا عاملينه من رمضان، هو مش جديد، من رمضان بس ما كنتش نزلته. حطيت دلوقتي الطاسه فيها زيت على النار تسخن، والخليط بقى اللي هحط فيه البفتيك دلوقتي كوبايه دقيق، حطيت عليها معلقه صغيره بيكنج باودر، وحطيت معلقه صغيره كمون وبابريكا وفلفل اسود وتوم بودره وبصل بودره وبهارات لحمه. طبعا اللي تحبي تحطيه حطيه. حطيت عليها كمان كوبايه ميه واقلبها كويس. احط لها الميه المظبوطه لحد ما تكون العجينه كده اخف من عجينه الكيك كده بشويه، ما تكونش تقيله قوي وفي نفس الوقت ما تبقاش خفيفه قوي عشان ما تقعش من على البفتيك. الخليط ده حلو قوي، بيبقى متماسك، بيخلي البفتيكه كده متماسكه وطعمها حلو. دلوقتي هعمل بقى كمان فيجيتار. حطيت فيجيتار على بقسماط قلبته على بعض. البفتيك بقى لازم اطلعه من الفريزر على طول، مطلعوش واركنه جنبي، لان هو لو اتركن ده اللي بيخليه يفك. وهو متلج زي ما هو كده احطه على طول في الخليط ده، وبعد كده في البقسماط اضغط عليه كويس في البقسماط عشان خاطر ما يفكش معايا. الزيت طبعا سخن بس حرارته كده يكون وسط، ما يكونش سخن قوي قوي عشان خاطر ما تتحرقش اول ما تنزل وتستوي كويس من قلبها. طبعا لازم يكون طالع على طول من الفريزر، يعني لو انا بتاخر في التسويه اطلع وحدتين اعملهم وعيني الباقي تاني في الفريزر على ما اجي اعمل بيه تاني، ما سيبوش بره عشان ما يفكش. لازم يكون جامد متماسك كده ومتلج خالص. احطه في الخليط وبعدين في الفيجيتار والبقسماط او الخلطه بقى اللي تحبي تعملي بيها، وانزل بيه على طول في الزيت. طبعا يكون زيت غزير كده يكون مغطيه. طبعا اللي عليه بيكنج باودر كمان فهتلاقيه نفش كده معاكي. وكمان اللحمه او البفتيك اللي احنا عاملينه حاطين فيه بيكنج باودر هيبقى هش كده من قلبه، يكون خفيف كده وهش، وهيكون عالي شويه. احنا عاملينه رفيع جدا. اطلع بقى عن الزيت كده اللون المظبوط بتاعي اطلعه، ولو الزيت معايا سخن قوي اسيبه يهدى سنه، مش يبرد خالص بس يكون وسط. اللون بتاعه كده جميل جدا، رفيع جدا السمك بتاعه، وبيطلع بعد التحمير بيطلع بيكون هش وعالي. لازم اضغط عليه البقسماط جامد عشان ما يقعش عندي في الزيت. بس كده اكمل كله بقى بنفس الطريقه. هركنه. اشوف دلوقتي الصلصه سبكت كده، احط لها بقى البهارات بتاعتها. حطيت لها كمون وملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره سكر. اظبط التوابل بتاعتي وانزل بالمكرونه وقت الاكل على طول، مركنهاش. بس كده خلاص. دلوقتي بقى هطلع معايا البفتيك كمان، استوى خلاص كله. السمك بتاعه بقى مظبوط كده، ما بقاش رفيع قوي زي ما كنا عاملينه. احنا عاملين السمك بتاعه رفيع جدا، مبططينه كده رفيع جدا، عاملينه في الفيديو قبل كده مع بعض. دلوقتي نفش كده من البيكنج باودر اللي اتحط فيه، واللحمه هشه كده وكمان متماسكه جدا في قلبها، فيها عرق كده ومتماسكه كانها بفتيك لحمه مش مفروم. بس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.